السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وعافية والوالدين بخير والولاد بخير وكل شيء مزيان والأمور تمام التمام كما كيقولوا خوتنا المصريين. الفيديو ديال اليوم هو واحد العبرة، ماشي عبرة نيت، مهم وقعت لي أنا شخصيا. من يومين هذه كنت في الجامع ديال البلاصة فين كنخدم، مشيت نصلي العصر. تنصلي بحال هكا، وصل ديك اللحظة ديال السجود، سجدت، شدتني واحد النقصة في القلب ديالي، اكثر من نقصه، شي حاجه قاصحه بزاف، بحال شي شده، بحال شي واحد شد قلبك وكيعصر فيه. ظنيت انها الموت، قلت انا واش اللحظه ديال الموت هذه. فت انا داك الالم وفت داكشي، ماشي الالم اللي فاتني، انا فتو، حيدتو من راسي وبديت كنفكر ويلي انا غنموت ساجد. حسن بذنوبه بمقفراته كامله غادي يموت، غتجي اللحظه ديال الموت ديالو هو ساجد. ما يمكنش. بحال هكا، بحال بهاد العبارات، انا ساجد وكان وطلت في السجود، قلت حتى الا جات الموت تجي بهذه الطريقه راه يا سلام. فكما قلت كنقول ويلي حسن غادي يموت ساجد، هذه ما يمكنش. بدا داك الالم كيفوتني بشويه، ديك النقصه بدات كتفوتني بشويه بشويه. ساليت الصلاه، خرجت، هي تجيني ديك الايه في راسي، والله كما كنعاود لكم بحال هكا بالتفصيل. جاتني ديك الايه في راسي: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هاد الايه بحدها كتبين لك الرحمه ديال الله انها وسعت كل شيء. وكاين واحد الحديث قدسي كيقول لك ان الرحمه ديال الله 100 جزء. نزل واحد الجزء للارض وخلاه عنده 99 جزءا ليوم القيامه. فهذا الجزء اللي نازل للارض هي الرحمه ديال الام بالابن ديالها، ديال الاب بالابن ديالو، ديال الرحمه ديال العائله، ديال الرحمه ملي كنشوفوا شي فقير، الرحمه ملي كنشوفوا شي حيوان، شي قطه كتغوات ولا شي حاجه كتعرف واش فيها الجوع، كترحم ديك القطه تجيب لها ما تاكل. هذه الرحمه هي اللي كاينه في الارض، بها يتراحم العباد جميعا. وكاين واحد الحديث عاوتاني ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ان واحد الام هز الابن ديالها وشداه واحد الشده، واش فيه الحمى ولا السخان شي، وشداه وخايفه عليه وكتراري به. وتيشوف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقول للصحابه وقال للاصحاب ديالو، قال لهم: اترون المراه ملقيه ابنها في النار؟ الحديث فيما معناه ما حفظوش. اترون تلك المراه ملقيه بابنها في النار؟ الصحابه جميعا قالوا: لا يا رسول الله. فقال: فالله ارحم بعباده من رحمه الام بابنها. الحديث اخر كيبين لك الرحمه ديال الله. وكاين عاوتاني واحد الحديث قدسي من جمالي غنقولوا بالقرايه باش ما نغلطش فيه: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. هذه الاحاديث كامله وهذه الايات تتبين لك الرحمه ديال الله، وانه في اي لحظه قادر انه يبدل حياتك ويبدل الذنوب وذوك المعاصي، والمغفره تتحيد كل شيء، داك الشيء اللي فات منك. المهم غتكون مغفره صادقه مع ندم، مع بكاء، مع طلب من الله، فالله هو غادي يغفر لك كل شيء. ما عمرنا نقنطوا من رحمه الله. هذا بالنسبه للحديث والايات. نجيو مثلا نعطيو امثله. اي واحد فينا طاح في شي مشاكل وطاح في شي كوارث عويصه وكيقول هذه هي الضربه الاخيره، هذه هي الضربه القاضيه، ما غاديش باقي نوض منها. شي داين، مريض ليه شي ولد، ولا مريض هو بشي مرض غريب، ولا مهم شي مشكل عويص، كتلقى ان الرحمات ديال الله كتحل لك داك المشكل، وانت كتستشعر داك الشيء، كتعرف ان داك الشيء ما جايش من العباد. داك المشكل كيفاش كيتحل، ديك الطريقه باش كيتحل، كتعرف انه ما كيتحلش من طرف العباد وما كيتحلش منك. كتلقى الرحمه ديال الله كتنزل وكتبدا تحل لك مشاكلك وحده وحده. فلا تقنطوا من رحمه الله. وكما بدينا الفيديو غادي نختموه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. كان معكم حسن، والى فيديو اخر ان شاء الله.